النهاردة الدرس التاني من كورس المحاسبة من الصفر. درس النهاردة هو حجر الأساس في المحاسبة كلها، على الرغم من بساطته إلا إنه مهم جدا. يعني إيه مدين ويعني إيه داين؟ بص يا صديقي، الموضوع أبسط مما يكون. إن شاء الله هتطلع من الحلقة مش هتدور على شرح تاني بخصوص الموضوع ده. بكل بساطة المدين هو الشخص اللي أخد، الدائن هو الشخص اللي أعطى. درس النهاردة كده خلص، تخيل. هو ده المدين والدين. طيب ليه بنقول على اللي أخد مدين؟ علشان الدين في الأصل معناه إنك أخدت حاجة ومحتاج تردها. مش أنت لما بتستلف فلوس من حد بتبقى مديون ليه، صح؟ مش أنت لما بتستلف بتقول لصاحبك أنا مديون ليك ب100 جنيه، صح كده؟ فالمدين هو اللي استفاد، هو اللي أخد الحاجة. طب ليه بنقول على اللي أعطى دائن؟ لأن الدائن هو اللي أعطى واللي ليه حق عند الطرف التاني. يبقى تاني، لو أنا دلوقتي اديت صاحبي 100 جنيه، أنا كده بقيت داين لأني أعطيت، وهو بقى مدين لأنه أخد. المحاسبة ماشية بنفس الفكرة. طب ده بينطبق إزاي بقى على الشركات؟ تعال شوف المثال ده كده. لو الشركة اشترت بضاعة من مورد بالآجل، لما أقولك مين المدين ومين الداين، فكر كده قبل ما تجاوب. مين اللي استفاد ومين اللي أعطى؟ برافو عليك، المورد هو اللي أعطى، يبقى المورد دائن. طيب الشركة هي اللي أخدت، تبقى مدينة. طيب ولو الشركة دفعت فلوس لواحد، يبقى هنا إيه؟ الشركة أعطت، تبقى دائنة. الشخص أو الجهة اللي أخدت تبقى مدينة. طيب لو أنت مركز معايا من المثالين دول هتاخد بالك إن مش بالضرورة المدين والداين يبقوا أشخاص، لأ، احنا اتعاملنا بنفس التفكير اللي شرحناه مع الشركة ومع المورد واعتبرناهم أشخاص. طب بقولك ايه، مش احنا قلنا في الدرس اللي فات إن المحاسبة ليها لغة، واللغة دي هي القيود؟ طب ما تيجي بنفس فكرة المدين والداين كده نكتب مع بعض أول قيد في الكورس ده. شوف المثال ده كده. شركة اشترت بضاعة من المورد أحمد ب10,000 جنيه آجل. هنا في المثال ده مين اللي أعطى؟ هتقولي المورد أحمد، برافو عليك. طيب وطالما أعطى يبقى إيه؟ يبقى داين. طب مين اللي أخد؟ اللي أخد هي الشركة، تبقى الشركة إيه؟ مدينة. طيب يبقى القيد هيكون بالشكل ده: من حساب الشركة إلى حساب المورد. كلمة من اللي في أول القيد بترمز إلى الأطراف المدينة، والأطراف المدينة هي اللي بتتكتب في الأول. يعني في أول القيد إحنا بنكتب الأجزاء المدينة، وكلمة إلى بترمز للأطراف الدائنة وبتكون في الآخر. طب بقولك إيه، هو أنا مش ممكن أفصل القيد ده أكتر وأخليه كده أوضح؟ يعني بدل ما أقول من حساب الشركة أقول من حساب المشتريات، تنفع؟ تنفع. أصل هو الشركة أخدت إيه بالظبط؟ مش أخدت بضاعة؟ والبضاعة دي إيه؟ ما هي الشركة برضو، ما هي حاجات بتمتلكها الشركة. فأنا هخلي كلامي مفصل أكتر وأقول من حساب المشتريات. يبقى بقت الطرف اللي هو من حساب المشتريات بقى مدين، بدل ما هقول من حساب الشركة قلت من حساب المشتريات. طب ممكن أفصل المورد برضو؟ ممكن. هو المورد ده اسمه إيه؟ أحمد، صح؟ خلاص، أنا بدل ما هقول إلى حساب المورد، لا، أنا هقول إلى حساب المورد أحمد. كده أنت عملت قيد محترم. أي محاسب غيرك لما هيقراه هيفهم العملية المالية دي حصل فيها إيه. هي دي اللغة المشتركة بينك وبين أي محاسب تاني. طب تعالى خد المثال التاني ده. لو الشركة دفعت إيجار 2000 جنيه لصاحب المكان، مين هنا اللي أخد الفلوس أو مين المستفيد؟ صاحب المكان، مظبوط، يبقى صاحب المكان مدين. طيب مين اللي أعطى؟ الشركة، يبقى الشركة بقت دائن. طيب يبقى القيد هيكون من حساب صاحب المكان إلى حساب الشركة، صح كده؟ كلامك صح، بس القيد ده برضو مش مفصل، يعني محاسب غيرك لو قراه مش هيفهمه. طب ما تيجي نفصله كده. هي الشركة طلعت الفلوس دي منين؟ هتقولي والله أنا بطلع الفلوس بتاعتي من الخزنة بتاعت الشركة. طب ما تيجي نلغي بقى كلمة الشركة ونحط مكانها الخزنة. مش الخزنة دي من ممتلكات الشركة؟ يعني أنا لو قلت الخزنة هبقى بقصد بيها الخزنة بتاعت الشركة، مظبوط. يبقى احنا هنقول إلى حساب الخزنة. طب بالنسبة لصاحب المكان، هو صاحب المكان ده عبارة عن ايه بالنسبة لي؟ هتقولي ده الراجل اللي دفعت له الإيجار. يعني ده بالنسبة لك عبارة عن مصروف؟ أيوة. طب المصروف ده مصروف ايه؟ والله ده مصروف إيجار. حلو.
طب ما تيجي نستبدل بقى كلمة صاحب المكان دي ونخليها مصروف الإيجار، عشان أنا المحاسب اللي بعدك أعرف أنت تقصد إيه من القيد بتاعك. يبقى شكل القيد الجديد بتاعنا بقى عامل إزاي؟ بقى من حساب مصروف الإيجار في الطرف المدين إلى حساب الخزنة الطرف الدائن. الملحوظة المهمة اللي لاحظناها من الأمثلة دي هي إن الحساب مش لازم يكون شخص، المدين والداين مش لازم يكونوا أشخاص. الحساب نفسه بيتحط مكان الشخص. لو الشركة أخدت خدمة، الخدمة هي اللي بقت مدينة، ولو الشركة ادت فلوس، الفلوس هي اللي بقت دائنة. وبكده أي عملية مالية تقدر تصنفها بكل سهولة. يبقى القانون بتاعنا عبارة عن إيه؟ المدين هو اللي بياخد والدائن هو اللي بيعطي. مهما كانت العملية ومهما كان نوع الحساب، هتلاقي نفسك بتعرف تحدد القيد من غير ما تحفظ أي حاجة. طيب سؤال الحلقة بقى، لو الشركة باعت بضاعة لعميل بالآجل، مين اللي أخد ومين اللي أعطى؟ وهتكتب القيد بتاعك إزاي؟ وريني شطارتك في التعليقات. لو فهمت المدين والداين بالشكل البسيط ده، صدقني هتفهم الموضوع أحسن من ناس شغالة بقالها سنين. ولو عايزني أكمل باقي الكورس، محتاج دعمك بلايك وتعليق، ده اللي بيخليني أعرف إن في ناس فعلا بتستفيد. هشوفك على خير إن شاء الله في الدرس الجاي.